بيكم يا جماعة. احنا النهاردة بإذن الله هنجرب مع بعض ألعاب بنوكي ولولو، وهنشوف بقى زي ما احنا كنا بنشتريها زمان واحنا صغيرين وبيطلع لنا ألعاب جميلة ولا لا. وعلى فكرة هو سعرها رخيص وسعرها بسيط جدا، هي سعرها 2 جنيه. يلا نفتحها بقى مع بعض كده لان انا متشوقة بجد، ولا بنوكيو هيطلع كذاب وبقى وهيكذب علينا ومناخيره تكبر زي زمان. حضروا نفسكم لان انا بجد بجد ممكن افقد السيطرة لو لقيت الالعاب مش زي زمان او متغيرة. بس يلا بينا نبدأ الحلقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجة اهو، يلا نفتح اول علبة. هي فتحها كده صعب شوية، بس زي ما انتم شايفين العلبة مكتوب عليها 2 جنيه. بص، هو الحلقة دي يعني هتطول معانا شوية لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي 30 علبة. اول لعبة ملبس وايه تاني وحظاظات. والحظاظات دي بعلم مصر. يعني فاكرين زمان لما احنا كنا بنشتري اللعبة ونكسب الحظاظات دي ونفضل لابسينها بقى ونتنك كده بيها ونمشي بقى في الشارع كده، يعني اكننا كده لابسين دهب. يا بجد ايام زمان دي حلوة قوي بجد. نفتح بقى الباقي. على فكرة قد ما اللعبة هي بسيطة لكن بجد هي تفرح وبتفكرنا بأيام زمان. فأنا مش زعلانة إنها الألعاب دي بسيطة. ياه، عارفين دي ايه يا جماعة؟ دي أول حاجة، دي ميدالية صغيرة. والملبس طبعا اللي هيكون في كل علبة شكله كده حلوة خالص. الميدالية الصغيرة دي خالص ممكن كده ايه نفتح كده ونتفرج عليها. نفتح حتى كده نتفرج عليها. هي مالها يعني صعبة كده اللي في قفلها؟ يعني لا، وقافلينها اكن حد هيسرقها. بصوا، هي اللعبة دي قصدي الميدالية دي خشب فلذيذة يعني مش وحشة خالص. طب بقى فاكرين دي ايه؟ فاكرين اللعبة اللي زمان اللي هي بيويو كده وبخيطة او بالخيط كده ونسيبها بقى كده ونفضل ايه شادينها بيها وهي بقى تنزل كده لوحدها. يعني معرفتش ايه ان انا اعملها قدامكم، بس اعتقد يعني كتير منا عارف اللعبة دي. نجرب اللي بعدها. لا بجد يعني بص، هو الفيديو على قد ما هو ممكن يكون طويل شوية بس بجد انا مش حاسة بملل خالص. يويو برضو. وفرحانة ان انا بفتكر حاجات انا كنت يعني بجري عليها وانا صغيرة كده علشان اشتريها. واكيد كتير مننا كان بيعمل الحركة دي ويروح يشتري بقى الحاجات التافهة اللي احنا شايفينها دلوقتي انها تافهة، لكن بجد هي لذيذة قوي وفكرة يعني بسيطة. احنا دايما دايما اجرب معاكم مش الالعاب البسكوت او الكيك اللي بيكسب فلوس. فانا حبيت المرة دي كمان اجرب معاكم العاب بنوكيو ولولو لانه منتشر قوي بقى. ماما لولو ولولو والحاجات دي كلها والاطفال بيحبوها، فقلت ان احنا ايه نجربهم مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده الراعي الرسمي لليويو النهارده. يويو وملبس، بس شكلها كده الملبس اصلا في كل العالم. يعني بسم الله ما شاء الله تطلعوا لكم كده ب 30 ملبسايه تنزلوا تفرقوهم بقى على ايه حبايبكم كده واصحابكم، او تتسلوا بيهم في البيت. يعني هتبقى لطيفه قوي. نفتح دي كمان. خايفه تكون يويو برضه. لا مش يويو. ايه دي؟ مش عارفه يعني. انا مش فاكره ان انا كسبت حاجه زي دي زمان، بس ممكن خلينا نفتكر. بصوا يعني انا حاساها كده اللي هي عامله يعني زي المطحنه كده، شكل المطحنه مش عارفه ليه، بس هي شكلها لطيف يعني مش وحشه. بس هي الحاجات دي تنفع للاطفال الصغيره خالص. يعني ما اعتقدش ان سن مثلا ايه نهائي 10 سنين. 10 سنين بتهيألي كمان مش هيحبوا الحاجات دي. ممكن 6 7 سنين ممكن يحبوا الحاجات دي وهيستهيفوها اصلا، يعني اعتقد كده. بجد الالعاب فكرتني بايام زمان قوي وبحاجات جميله وذكريات جميله، يعني بجد من سنين. فانا فرحانه بيها جدا. وبرضه هنحلي وهنلعب. يعني هو مفيش مفر، احنا هنحلي ونلعب.
وانا عارفة ان الفيديو هيطول، ودي السابع مرة بقول الفيديو هيطول، بس هنعمل ايه؟ 30 علبة معانا، وانا مضطرة ان انا اجربه كله معاكم، وحظاظة لسادس مرة. والملبس انا حتى بحاول اسرع وافتح بسرعة علشان افرجكم الالعاب دي، او بنوكيو ولولو هنكسب ايه منهم. بس هو عادة يعني احنا يعني لحد الان انا ما كسبتش حاجات بقى كبيرة قوي قوي، غير حظاظة واليويو، واليويو تاني وايه تاني بس، والملبس. ودي ايه، فاكرين المروحة اللي احنا كنا بنقعد ننفخ فيها كده ونلبسها خاتم ونقعد كده ننفخ فيها وتعمل بقى زي المروحة كده. شكلها لطيف اصلا وجميلة وبجد الكل هيحبها. لا حاجة جديدة. دي ايه دي؟ ضفدعة، ضفدعة، لا دي سحلفة، سحلفة مش ضفدعة. بس شكلها لذيذ خالص. بصوا فيها عجلة كده، ممكن لو عندكم طفل صغير خالص تلعبوا معاه بيها. بجد انا تعبت اصلا من فتح العلب دي، وحاجة كده تزهق، بس هنعمل ايه؟ نصيبنا بقى، لازم نجربه مع بعض زي ما انا تعبت فيها كده. وانا قعدت افتحها كده معاكم، لازم برضو انتوا بقى تكملوا الفيديو معايا كده للاخر وتتفرجوا عليه وتقولوا لي رايكم. لو في حاجه انتوا عايزين تجربوها نجربها مع بعض اقصد، يا ريت ممكن تكتبوها لي في التعليقات، وانا ممكن اجيبها ونفضل بقى نجرب كده مع بعض ونتفرج، تبقى حاجه كده لذيذه يعني. ولو في اكله معينه انتوا حابين ان احنا مثلا نجربها برضو مع بعض، إيه المشكله؟ يعني كده نحاول ان احنا نظبط مع بعض. اي حاجة قولوها لي في التعليقات، وانا بجد هعملها على طول، مش هتأخر عنكم فيها خالص. ودي برضو ميدالية والملبس، نركنهم بقى على جنب ونكمل. يا الله فاضل قد ايه؟ مثلا حوالي 12 او 13 واحدة. بجد الموضوع صعب ورخم شوية ان انا اجيب 30 علبة، بس اكيد انا يعني ايه، مرة كده، ومش هحاول ان انا يعني اكتر في الالعاب دي، ويكون فيها 30 علبة بالكتير 10 12 يعني، بيخلصوا بسرعة. فانا مش عارفة ازاي انا عقلي جابني ان انا اجيبها. بس بجد انا لما شفتها افتكرت بقى ايام زمان بقى واحنا صغيرين، واحنا بنروح المدرسة وبنشتريهم. بصوا بقى، والزمارة دي واحنا بنشتريها زمان، بجد بجد يعني حاجة كانت حلوة قوي واحنا بنشتريها زمان. بنكمل بقى باقي الفتح العلب. زمار برضو، هي مش زمارة، انا لما جربتها كده فاكرين واحنا بنقعد، هي ما بتعملش صوت الزمارة نفسه، احنا بقعد كده نجربناها كده، لانها ايه، فيها كور صغيرة كده، وفيها صوت كده غريب، يعني تحس ان ايه، كور كده بتجري ورا بعضها. بجد انا يعني كل ما الاقي زمارة انا بقى ايه، بركنها على جنب وبخلص من الموضوع ده. انتوا لو تلاحظوا انا بحاول ان انا ايه، اسرع. فانوس، ياه فاكرين فانوس زمان، البلاستيك اللي احنا كنا بنشتريه بجنيه ده، ولا بنص جنيه، ولا مش فاكرة كنا بنشتريه بكام. حلو يا حلو بقى، ورمضان كريم، رمضان قرب يعني، كل سنة وانتوا طيبين. هانت انا عارفة ان انتوا اتخنقتوا ومش قادرين تكملوا الفيديو، بس بجد يعني حاجة لذيذة قوي. ياه فاكرين ايه ده الستيكر اللي بيتحط على الكشاكيل، والقلم الالوان. يعني فاكرين الستة كانت بجنيه ولا بجنيه ونص، مش فاكرة كان بكام، ولا ب5 جنيه، انا مش فاكرة، بس كان رخيص جدا يعني. نكتب بقى، نكتب ده اسمي، بفكركم باسمي. اسمي ايه؟ واللي بيعرف يقرا يكتبه. بجد الستيكر ده حلو قوي وعجبني، فكرني بأيام الدراسة، مش بس بأيام ما أنا كنت بنزل أشتري بقى فيها حاجات من عند البقال، وببقى فرحانة إن أنا محوشة مصروفي أو واخدة مصروفي ونازلة أشتري حاجات ليا. فكانت حاجات جميلة قوي يعني. أنا هو بحاول إن احنا ايه، نسرع شوية، لأن بجد الموضوع ممل.
انا عارفة ان هو ممل، بس يعني طولوا بالكم معايا شوية. هانت، فاضل 5 6 علب. بس بجد العلب شكلها جميل قوي ولطيفة. على فكرة انتوا ممكن كمان لو حد عنده حضانة ولا اي حاجة، ممكن يجيب الحاجات دي وتبقى مثلا زي حافز للأطفال، هيحبوها جامد وهيستلطفوا كمان المكان وهيحبوا ييجوا. يعني برضو حاجة مش مكلفة، وفي نفس الوقت ايه هتكفي كميات لما الأطفال كلهم بياخدوا الحاجات دي. يعني فكرة هو أنا قلتها لكم يعني، ولو حد جربها يشكرني على الموضوع ده. برضو قلم. لا هتبقى حلوة، بس في الآخر بقى أنا خايفة الأطفال يفتحوها وكل واحد ياخد حاجة مختلفة، ولا في طفل أخد قلم وطفل ما أخدش قلم، هيمسكوا في خناق بعض. يعني دي حاجة أنا متأكدة منها. لا احنا لمينا لعب النهاردة، أنا مش عارفة أنا هعمل ايه باللعب دي. يعني هي جميلة، بس أنا بتهيألي إن أنا كل يوم هقعد أتفرج عليها وافتكر بقى حاجات جميلة وذكريات جميلة أنا كنت عايشاها. اليويو ده يعني جميل جدا. اما نكمل، بس انا كسبنا يويو كتير النهارده، يعني مش عارفه هنعمل بيه ايه. نشوف بقى دي كمان هيبقى فيها ايه. يا كريم يا رب. ايه انا افتكرتها دي المطحنه. اعتقد يعني المطحنه اللي فيها التروس اللي كانت بتقعد تلف كده زي ما انتم شايفين. يعني انا افتكرتها دلوقتي، يعني انا في اول فيديو لما كسبناها انا ما كنتش فاكراها خالص، بس انا افتكرتها دي المطحنه، الشكل المجسم بتاع المطحنة اللي فيها التروس. كسبنا قلم تاني. ده تالت قلم اعتقد. تهيالي ده تالت قلم. بس حلو يعني الاقلام، يعني انا هديهم لولاد اختي يلعبوا بيهم. ما انا هعمل ايه بالالعاب دي كلها؟ انا كده كده مش هلعب بيها. ممكن اخلي لي كام حاجه كده صغيره اتفرج عليها بس تبقى للذكرى معايا، مش اكتر يعني. هانت يا كريم، فاضل حاجات بسيطه. ما هذه تاني المروحة اللي احنا كنا بنلبسها خاتم وننفخ فيها وتبقى عاملة زي المروحة. يعني دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني على فكرة، المروحة الصغيرة دي. واليويو طبعا. بس اليويو ده يخنق يعني، نفردها وبعدين نرجع نلفها تاني على البقرة وبعدين ننزلها. بتهيألي زمان احنا مكناش بنزهق زي دلوقتي. برضو استيكر وقلم. المهم ان هم 4 الوان، 3 الوان، 3 الوان لحد دلوقتي مختلفين، فحلوين. مش عارفه مش فاكره 3 ولا 4 يعني. بس يا كريم انا هنا، انا في اخر علبه دي بجد انا مش عايزه اقول لكم، انا طلع روحي. بجد طلع روحي ومش عارفه انا كملت الفيديو ده ازاي. ما تتخيلوش انا كنت واقفه بقى وتعبانه ومرهقه. بصوا انا مش عارفه دي كتير كتير، مش عارفه اعمل بيهم ايه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب، ويكون فيديوهاتي بتعجبكم والقناتي كمان بتعجبكم. واللي لسه ما اتفرجش عليا يتفرج عليا، واللي لسه مش عامل لايك وشير وسبسكرايب يا ريت يعمل كده، علشان ايه ان شاء الله كده يوصل لكم كل جديد.